اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الجمال عدى الكلام. احلى كيكه هتاكليها في حياتك، طعمها خطير يا جماعه لا يقاوم. طبعا دي كيكه بالمريندا، انا عملت معاكم قبل كده على القناه كيكه بالمريندا، وكمان كذا مره كيكه بالبرتقال، وكمان كيكه باللبن. المره دي هعملها لكم تاني بالمريندا، طعمها خطير لا يقاوم. هي بتبقى هي نفس الكيكه اللي بالبرتقال، بس دي بالمريندا تبقى غامقة شوية، انما البرتقال بتبقى فاتحة شوية. بصوا يا جماعة الجمال عدى الكلام. اولا معذرة على صوتي لانه متغير شوية، لاني تعبانة شوية. تقولي يا جماعة صوتي يرجع زي الاول كده، معلش تعبانة شوية فصوتي متغير. هنجيب طبق بلاستيك وهنزل فيه ب8 بيضات. ادي اول بيضتين. طبعا في بيض دلوقتي هينزل لونه برتقاني، هي دي البيضايه يا جماعة بتبقى كده. دي مش بايظة يعني، دي بيض برتقاني عادي. البيض ده اصلا انا كنت شارياه في نفس اليوم، فالبيض ده حلو مش بايظ ولا في اي حاجه. ده لون البيضايه بتبقى برتقاني، دي بتبقى فراخ معينه فبتطلع البيض البرتقاني ده. المهم هننزل الاول ب8 بيضات، بعد كده نزلتي بالبيض يبقى انزلي بالفانيليا على طول. 8 اكياس من الفانيليا، لكل بيضايه كيس من الفانيليا، او ممكن عادي 6 اكياس من الفانيليا. بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنزل بمعلقه او معلقه ونص من الخل. عايزه اقول لكم ان الخل ده بيخلي الكيكه هشه وبيديها طراوه، ومش بيبان خالص في الكيكه على فكره يا جماعه، بس بيخلي الكيكه هشه وجميله من جوه كده. بعد ما حطيت الخل، دي الكوبايه اللي بقول لكم بعبر فيها. تعالوا انا هعمل لكم الكيكه في الخلاط، علشان اللي مش عنده مضرب مش يقف، لا. تعالوا ما اوريها لكم باسهل طريقه هنعملها في الخلاط. طبعا انا عملتها لكم بالمضرب قبل كده كذا مره، قلت المره دي اعملها لكم في الخلاط علشان اللي مش عنده مضرب يعملها باسهل طريقه. هنجيب الخلاط هنحط فيه 8 بيضات، وهننزل عليه ب6 اكياس او 8 اكياس من الفانيليا، وبعد كده معلقه ونص من الخل، وبعد كده 3 كوبايات من السكر، كوبايه من الزيت. بنفس الكوبايه يا جماعه اللي بعاير بيها هعاير بيها كل حاجه، السكر والزيت وكل حاجه. همسكهم اضربهم في الخلاط كويس جدا. بعد ما اضربهم في الخلاط هكون مجهزه مرندة. طبعا المرندة دي يا جماعه ده مش المرندة الاصلي، ده المصري، علشان التانية تبع المقاطعة. فهنزل عليها بكوبايتين من المرندة. طبعا الخلاط مش كان مكفي ان انا احط الكمية دي كلها، 8 بيضات ومعاها كمان 3 اكياس من السكر، وكمان كوباية كبيرة من الزيت، وكمان معلقة ونص من الخل، وكمان الفانيليا. فحطيت عليها كوباية واحدة من المرندة وضربتهم كويس جدا. بعد كده نزلت عليها بالكوباية التانية من المرندة. المقادير دي يا جماعة الكيلو دقيق يبقى 8 بيضات، وكمان كوباية كبيرة من الزيت، و3 كوبايات من السكر، و6 أو 8 فانيليا، وكمان معلقة ونص من الخل، وكمان يا جماعة 2 كوباية من المرندة. ضربتهم كويس جدا في الخلاط. بعد كده تعالوا بقى حطيتهم في الطبق البلاستيك علشان اجهز الدقيق. دي اول كوباية معايا من الدقيق، ده الدقيق اللي انا بستخدمه على طول يا جماعة. الدقيق ده انضف انواع الدقيق. طبعا الكيكة لازم تعملها الدقيق المغلف علشان تطلع معاكي ناجحة. رغم ان هو مغلف ونضيف جدا، بحب ان انا افضل انخل فيه برضو علشان ما يكونش فيه اي حاجة. الدقيق ده اسمه سنبلة الفرات. طبعا انضف انواع الدقيق، بيستخدم للكب كيك والكيك الاسفنجي والكيك العادي، نضيف جدا يا جماعة وللكحك. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت اول كوباية من الدقيق ونخلتها كويس جدا، ونزلت عليها بتاني كوباية من الدقيق. وبعد كده هنزل ب3 كوباية من الدقيق، وبعد كده ربع كوباية من الدقيق، وبعد كده 5 كوباية من الدقيق. هنزل ب5 كوبايات من الدقيق. المكونات دي يا جماعة علشان اعمل صينيتين من الكيك. المكونات دي لكيلو دقيق، يبقى هنزل عليهم دلوقتي ب5 كوبايات من الدقيق. هعمل كل كوباية وانخلها الاول زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجة تنخليها برضو عشان تبقى دقيق نضيف خالص. عايزة اقول لكم ان نفس الكوباية اللي عايرت بيها المكونات التانية هي نفس الكوباية دي، حتى انا وريتها لكم ان انا مستخدمة نفس الكوباية يعني اخوات بعض. بعد ما انزل ب5 اكواب من الدقيق، هنزل عليه دلوقتي بالبيكنج باودر. انا بحط على الكيلو 3 اكياس من البيكنج باودر. ممكن تحطي كيسين عادي، بس انا بحب احط 3 اكياس من البيكنج باودر. بعد ما بنزل عليه بالبيكنج باودر، عايزه اقول لكم ان انا ما بحبش غير البيكنج باودر بتاع زمان اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو تاج الملوك ده، بحبه جدا. هنزل عليه ب3 اكياس من البيكنج باودر. بعد كده هعمله مع الخليط التاني واقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. بعد كده هجهز صواني وادهنها مادة دهنية اللي هي سمنة، وبعد كده اعفرها بدقيق كده بسيط. طبعا الصواني بتاعتك لو انت واثقة ان هي مش هتلزق فيها حاجة
ممكن مش تدهنيها، انا دهنتها مادة دهنية اللي هي السمنة، وبعد كده عفرتها بدقيق بسيط خالص، علشان طبعا انا كنت خايفة من القالب اللي هو بتاع الكيكة ده عشان تيفال فممكن يلزق فيه، فلازم بالذات قالب الكيكة ده تدهني مادة دهنية اللي هي سمنة، وبعد كده تعفريه بالدقيق، وبعد كده تنزلي عليه بالخليط. وعملت الصواني برضو على فكرة، بس الصواني مش بيلزق فيها حاجة عشان كده كده هي سيراميك. المهم بعد ما بتدهنيها سمنة تنزلي عليها طبعا بتعفريها بدقيق بسيط كده، بعد كده بتنزلي عليها بالخليط. عايزه اقول لكم وانا بشتغل في الكيكه بفتح الفرن لمده 10 دقايق كده علشان يسخن كويس جدا. طبعا انا عملت 3 صواني وكمان القالب اللي هو بتاع الكيك ده، يبقى كده 4 دول ب2 كيلو من الدقيق. انا وريتكم اول كميه عملتها معاكم اللي هو تعمل صينيتين بس، وتاني كميه اللي هما صينيتين التانيين اللي هو القالب والصينيه التانية انا عملتهم مع نفسي يا جماعه، لاني وريتكم الطريقه فعملتهم ايه بعد ما خلصت الصينيتين اللي قدامكم دول عملتهم مع نفسي. يبقى كده انا عامله 2 كيلو دقيق. اول صينيتين اللي انتوا شفتوني اللي انا بعملهم معاكم دول دخلتهم الفرن يستووا، ولما كانوا بيستووا في الفرن عملت انا الصينيتين التانيين بنفس المقدار اللي انا عملتهم معاكم، يبقى كده عملت 2 كيلو من الدقيق. بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام. تعالوا ما اقول لكم انا سويتهم ازاي. شغلت الفرن لمده 10 دقايق، بعد ما سخن معايا حطيت اول صينيتين وشغلتهم على درجه 180 درجه، وسبتهم. بعد 35 دقيقه فتحت اختبرتهم بالسكينه زي ما انتوا شايفين من فوق كده، اللي لقيته استوى طلعت، ولو مش استووا لسه ولقيت السكينه اتعاصت بسيبهم شويه لحد ما يستووا معايا. بصوا بقى الجمال، الجمال عدى الكلام. طبعا الكيكه دي غامقه يا جماعه عشان الكيكه دي بالمريندا مش بالبرتقال، لو بالبرتقال بتبقى فاتحه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. مع السلامه يا حبايب قلبي، وجربوها هتعجبكم جدا. مع السلامه.